السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو. اليوم بغيت نشارك معكم كيكه ديال التفاح اللي كتجي رائعه وكتجي لذيذه وكتجي خفيفه في نفس الوقت وبمكونات ديالها بسيطه وسهله كتحصلوا على نتيجه رائعه وواحد الكيكه اللي كتجي لذيذه بزاف. يعني كلشي كيحماق عليها. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. كنتمنى انه ينال اعجابكم وما تنسوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، والى عجبكم خليوا لي التعاليق. ندوزو المقادير والطريقه. هنا اول حاجه غادي ناخذ واحد جوج تفاحات كبار، غادي نغسلوهم وغادي نقطعوهم هكا وغادي نقيوهم. وهنا غادي ناخذ واحد الحكاكه غادي نستعملو في هاد الجهه الغليظه، يعني ما كنستعملوش في الجهه الرقيقه باش ما يطلقش لينا داك التفاح الماء. كنحكو على هذا الشكل هذا. وبالنسبه اللي بغاه بالقشور راه تيخليه بالقشور، بغاه ينقيه من الاحسن تنقيوه. انا صراحه درتو هكا منقي. انا يستعمل جوج تفاحات كبار. صافي كتكملوا داك التفاح كامل في هكا في الحكان. هانتوما كيجي على هذا الشكل هذا. صافي هنايا من بعد ما حكيتو كامل غادي نضيف له هنايا الدقيق، باش ملي كنوضعوه فوق الكيكه كيبقى غير من الفوق، ما كيهبطش لينا التفاح لتحت. هانتوما على هذا الشكل هذا غادي توضعوا الدقيق ولا كتوضعوا مايزينا، يعني اللي بغيتو نتوما. صافي وغادي نوضعوه على جنب. غادي ندوزو نوجدوا الكيكه ديالنا. هنايا غادي ناخذوا واحد البول غادي نوضعوا فيه 3 ديال البيضات، يكون الحجم ديالهم متوسط. ولا عندكم البيض كبير ديروا غير جوج بيضات راهم كافيين. صافي هانتوما كيف كتشوفوا هنا غادي نستعمل واحد الساشي ديال الفاني، وغادي نضيف واحد الكاس ديال السكر سنيده. هنايا الكاس عندنا العبار بكاس ديال العنبه. صافي هنايا غادي نحاول نخدم هاد العناصر بالفوي، يعني كنبداو نخدموا داك البيض مع السكر سنيده حتى كيتبدل لنا اللون تاع البيض، يعني ما كيبقاش بحال هكا يصفر وكتحسوا بان ديك السنيده راه دابت، ما كتبقاوش تحسوا بها راه مازال مكوره. هانتوما على هذا الشكل هذا. وغادي نضيف واحد الكاس ديال الزيت وغادي نبقى مستمره في التطراب. ومن بعد ثاني غادي نضيف كاس كبير ديال الحليب. هنا بنفس نفس الكاس باش عبرت في الاول هو اللي كنعبر به المقادير كامله. واللي بغى يعوض الحليب بدانون راه كيقدر يعوضو بدانون ديال البنان ولا ديال الفاني، يعني نتوما كيبقى لكم الاختيار. صافي هنايا بالنسبه للدقيق هنايا درت تقريبا 2 كيسان ونص ديال الدقيق، يعني ما غاديش تهز ليا. غادي نزيد ثاني الدقيق من بعد. هانتوما كتبقاو مستمرين في التحرك ما كتحبسوش. تقريبا هزت لي شي 3 كيسان ونص ديال الدقيق. هادشي اللي هزت لي، حيت هي شويه العجينه ما خاصه الكيكه ما خاصهاش تكون جاريه بزاف، حيت الا درتوها جاريه كيهبط داك التفاح لتحت ما كيبقاش في الفوق. يعني شويه تكون العجينه تكون داك الكيكه شويه ثقيله. يعني نتوما دابا غادي نوضع 2 خمارات حمرين غادي نغربلهم بعد مرات كيكونوا هكايا مكورين. صافي وهنايا غادي نخلط غنخلط الكيكه ديالنا. من بعد ما وضعت الخمارات، انا دائما الخمارات كنخليهم هما الاخرين. صافي هكا كتبقاو تطربوا حتى كتدخل ديك الخميره مزيان. وهنايا خديت واحد المول اللي كيتحل من جناب دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق. ودابا غادي نوضعوا داك الكيكه. هانتوما كيف كتشوفوا راه يعني ما كتكونش جاريه بزاف، يعني كنديروها شويه. هنايا صراحه جاني داك البول ثقيل بزاف، داكشي علاش يعني كنحاول هكا نهز يدي ولكن شويه ثقيل. صافي هانتوما على هذا الشكل هذا. هنا من بعد ما وضعنا من بعد ما وضعنا الكيكه ديالنا في داك المول غادي ندوزو ناخذ التفاح من بعد ما درنا ليه الطحين وخلينا واحد شويه. هانتوما على هذا الشكل كتبقاو توزعوه في المول. كتحاولوا كتحلوه باليد ديالكم وكتوزعوه في المول كامل، يعني ماشي كتعرموه غير في بلاصه واحده، كتوزعوه في الجناب في الوسط، يعني ما كتخليو حتى شي بلاصه هكا تتبان خاويه.
وكيف قلت لكم راه ما تيهبطش داك التفاح لتحت، كيبقى غير الفوق. هانتوما كتشوفوا هكا من بعد ما وزعته كامل على الكيكه. هنايا خديت واحد شويه ديال الكركاع غادي نديرو حتى هو من الفوق. هنا بالنسبه للتفاح الكركاع اللي بغى يديرو اللي ما بغاش كيقدر يستغنى عليه، يعني حتى هو كيعطي واحد الشكل زوين، وفي المذاق حتى هو كيجي صراحه كيجي زوين. صافي. وهنا عاوتاني غادي ندير شويه ديال اللوز ايفيلي هكا من الفوق. حتى هو كنوزعوه في المول ديالنا كامل على الكيكه. صافي. دابا غادي ندخلها الفران. انا الكيكه دائما تنديرها في الفران يكون بارد، غير كنشعل عليها الفران وكنخشيها طيب. وهانتوما من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل هذا. انا غادي نحيدها من المول باش تشوفوها كيفاش جات. هانتوما كتجي على هذا الشكل هذا وكتجي خفيفه بزاف، يعني فاش كتقلبوها كتجي خفيفه. وحتى التفاح والكركاع كيبقاو لنا غير من الفوق، ما تيهبطوش في الكيكه بمره، كيبقاو غير من الفوق. صراحه جات واحد الكيكه اللي خفيفه بزاف. وهنا بالنسبه للتزيين غادي ندير فوقها غير واحد شويه ديال الكراميل، كنت صايبته من قبل هو باش غادي نزينها. يعني هنا التزيين كيبقى اختياري، كل واحد كيزين بالطريقه اللي عنده، وتقدروا تخليوها غير هكاك، يعني ما بغيتوش تضيفوا الكراميل ما تضيفوش. هانتوما على هذا الشكل هذا. وندوزو هنايا نشوفوها كيفاش جات. يعني صراحه كتجي خفيفه. هانتوما ملي كتقيسوها راه كتبان لكم بانها خفيفه. وكيف شفتوا راه التفاح كيبقى الفوق، راه ما كيهبطش بالمره لتحت كاع، كيبقى غير الفوق. هانتوما يعني التصويره راه يعني شارحه راسها بلا ما نشرح لكم انايا. وحتى داك الكراميل صراحه نعطيها واحد المنيضر صراحه اللي كيبان زوين حتى هو. وبالنسبه لنا الفوق تقدروا ديروا فوقها غير دانيت ديال الكراميل حتى هو راه تيجي زوين. انا هنا غادي نقطع قدامكم واحد الطرف باش تشوفوها كيفاش جات. هانتوما كتشوفوا تبارك الله كيفاش كتبان كتجي خفيفه بزاف. ملي كتقيسوها راه كتجي خفيفه، وكتجي صراحه لذيذه بزاف، يعني ولادي حماقوا عليها. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وتخليو لي التعليق الى عجبكم الفيديو. وهذا الشيء اللي كاين، هذا هو النهايه ديال الفيديو ديالنا. وإلى اللقاء مع فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.